وهو قال له ايه يا حاج نعمان؟ يعني غلطان وهو اللي راح رفع قضية. ما تقلقش من حاجة يا حاج نعمان، ان شاء الله يقعدوا ويتصالحوا، والله هيطلع عليه الحق زي ما القعدة تحكم. شكر على واجب يا حاج نعمان، وبعدين لو هتشكرني اشكر ربنا علشان ما حدش بيفكها غيره. ونعم بالله يا حاج نعمان، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز مني اي حاجة تانية يا ابوي؟ عايز اتكلم معاك في حاجة. حاضر يا ابوي. انت مالك يا ولدي متغير معايا كده؟ انت زعلان من ابوك في حاجة يا شمس؟ لو زعلان مني اتكلم معايا وقول لي. انت عارف ان ابوك ما بيحبش غير الحق. عارف يا ابوي، علشان كده هتكلم معاك واقول لك، هو صحيح الكلام اللي بيتقال عليك في البلد ده يا ابوي؟ وايه الكلام اللي الناس بتقوله على ابوك يا شمس؟ بيقولوا يا ابوي انك ناوي تاكل حق اخوك. ربنا ما يجعلني من الظالمين يا ولدي، وربنا يهدي الناس ويهدي كلامهم. لكن حق عمك في الحفظ والصون يا شمس. بس كل الحكاية اني خايف على عمك، خايف لا يخسر فلوسه يا ولدي. خلاص، يبقى اديله حق فدان، ولو ضيعه يبقى تحافظ له على التاني، ولو نجح اديله بقيت حقه يا ابوي. اسلم لسانك وعقلك يا ولدي، هو ده اللي ابوك كان ناوي يعمل. بكره هديله حق فدانه علشان يفرح ويشق طريقه، وعلشان انت كمان ما تشكش في ابوك يا شمس. عمري ما اشك فيك لو لحظه واحده يا ابوي، انا بس كنت عايز اعرف الحقيقه. اديك عرفتها يا ولد. الحق يا كبير، الحق يا كبير. خير يا جاب، ايه اللي حصل؟ الحكومة نزلت البلد يا كبير، وقلبين الدنيا وعمالين يدوروا عليك. الحكومة؟ الحكومة نزلت تدور عليا ليه يا جابر؟ أهل البلد كلها يا كبير بيقولوا إن أنت قتلت الحاج نعمان. قتلت الحاج نعمان؟ الكلام ده مش حقيقة، بقول لا يمكن يعمل كده. كيف أهل البلد يقولوا علي حاجة أنا ما عملتهاش يا جابر؟ بصراحة مش عارف أقول لك إيه يا كبير. قول يا جابر، انطق. بصراحة يا كبير، أهل البلد بيقولوا إن أخوك خير شافك وأنت بتقتله. أخوي؟ عمي، أخوي لا يمكن يعمل كده يا جابر. وعمل يا بوي، اعملها يا عمي عشان يحبسك وياخد الأرض مني. اقسم يا واد، أنا قلت أخوي ما يعملهاش يعني ما يعملهاش. وناوي تعمل إيه دلوقتي يا كبير؟ هقابل الحكومة وواجه الحقيقة وأقول لهم مش أنا اللي قتلت. كلامك ما يفرقش معاهم يا بوي، الحكومة عايزة أدلة وإحنا ما عندناش أدلة. كلام شمس صح يا كبير، وإحنا ما عندناش أدلة، والحكومة لو خدتك دلوقتي مش هتعرف مين اللي عمل كده. مش الحاج أبو النور الشرقاوي اللي يفوت بلده ويهرب يا جابر؟ أنا قلت هواجه الحقيقة، يعني هواجه الحقيقة كده؟ يبقى أنت اللي حكمت عليا بالموت يا بوي. لا يا شمس، لا يا ولدي، نزل بتاع اللي في يدك ده. مش منزل غير اما تسمع كلامي يا بوي. خلاص يا شمس، أنا هسمع كلامك، لكن أنت كمان تسمع كلامي. نزل بتاع اللي في يدك ده. اسمعني كويس يا شمس، الدنيا دي
ما خيرتناش نبقى ميتة مع بعض، ولقى نصيب يا ولدي. بس أهم حاجة تكون راجل وقد المسؤولية، لأن المسؤولية كبيرة وما يشيلهاش غير اللي قدها. علشان كده أنا سايب لك الأرض وماشي، مش عايزك تهمل فيها واصل يا شمس. هتوحشني جوا يا ابو. لا، حضنك ليا مش دلوقتي، حضنك ليا لما ارجع بالسلامة. بالك على حالك يا ولدي.